من المشاكل المهمة اللي بتواجه كتير من الأكاديميات والمدارس تسعير الخدمات. تمام كده. في ناس بتسعر خدمات بسعر مبالغ، في ناس بتقول لك لا انا اقلل سعري عشان اقدر اوصل لاكبر عدد من الناس. ايه الميزان في الموضوع دوت؟ ازاي اقدر اسعر خدمتي بالذات لو بتكلم على مؤسسات تعليميه بشكل احس ان انا ربحت واستفدت وفعلا الخدمه اللي بقدمها تساوي ده، وفي نفس الوقت ما اخسرش الجمهور؟ تسعير المنتجات سهل جدا، انا عارف ايه المواد الخام، تكلفه التصنيع، كل الحاجات سهله. الخدمات صعبه، تسعيرها صعب. ففي شويه معايير واحنا بنسعر كده لازم ناخد بالنا منها. اول حاجه تحليل السوق المستهدف وتحليل المنافسين اللي جوه هذا السوق اللي في نفس المجال. دول التو بارامترز اللي هيكونوا معايا، فيهم فاريبلز كتيره طبعا، لان في حد شبهي بالظبط احنا بنسميه ايه، دايركت كومباتيتور، بيقدم نفس خدمتي ونفس منتجي بنفس طريقتي ولنفس الاودينس، بس بايه، باسعار قد تبدو انها شبهي او اعلى او اقل بحاجات بسيطه. ده اسمه دايركت كومباتيتور. ده مهم جدا بالنسبه لي ان انا ادرسه.